مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نشرة موجزة لأهم الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. أكرم حسو ينفي أي اعتداء على أنصار المجلس الوطني الكردي في الحسكة. قرايلان يدعم ضم سنجار إلى إقليم كردستان العراق. ميركل ترفض تحديد عدد اللاجئين الذين تقبلهم ألمانيا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. نفى أكرم حسو رئيس اللجنة التنفيذية للإدارة الذاتية في الجزيرة أن يكونوا قد أصدروا أي أوامر بالاعتداء على أنصار المجلس الوطني الكردي خلال الاعتصام الذي نظمه المجلس في الحسكة، وشدد حسو على ضرورة أن يرخص المجلس الوطني الكردي نشاطاته واعتصاماته والحصول على إذن من الإدارة الذاتية في غرب كردستان، مشيرا إلى أن طلب الترخيص أمر بديهي ويجري في كافة أنحاء العالم. وأضاف حسو بأنه إذا كان صحيحا أن هناك اعتداءات جرت بحق أنصار المجلس في الحسكة فنحن مستعدون لفتح تحقيق نزيه حيال ذلك. تعرض الصحفي ولات بكر عضو نقابة صحفيي كردستان سوريا ومراسل قناة أورينت نيوز ليلة أمس لضرب مبرح على يد الجندرمة التركية في قرية غور علي أثناء عبوره الحدود. وكان بكر يعمل على إنتاج فيلم وثائقي على الحدود وتعرض المواطنين الكرد للإهانات والضرب على هذه الحدود، هذا وقد صادرت الجندرمة الكاميرا التي كان يحملها بكر. من جهتها نددت نقابة صحفيي كردستان سوريا بهذا التصرف واصفة إياه بغير الإنساني، كما طالبت النقابة السلطات التركية بالتحقيق في الحادث وبضرورة تسهيل عمل الصحفيين. أعلن عضو منظومة المجتمع الكردستاني التابع لحزب العمال الكردستاني يوم السبت عن موقف حزبه من مسألة تحرير الموصل، واصفا مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بجعل قضاء سنجار محافظة بالإيجابية. وقال عضو مجلس المنظومة مراد قريلان في مقابلة مع قناة ستيرك التلفزيونية أن خيار إدارة منطقة سنجار من قبل الإدارة المحلية فيها يبدو خيارا جيدا، مشيرا إلى أنه لذلك يدعم مقترح الحزب الديمقراطي الكردستاني بجعل سنجار محافظة. وأضاف أن حزب العمال الكردستاني يرغب في أن تبقى سنجار ضمن إقليم كردستان، مشددا على أن يدير مواطنو القضاء أمورهم بأنفسهم. رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة مطالب الحزب المسيحي الاجتماعي الشريك في الائتلاف الحاكم بالبلاد بوضع سقف للأعداد التي تقبلها ألمانيا من اللاجئين الجدد، مقترحة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية هجرة شرعية مع تركيا. وقالت ميركل في كلمة لها أمام المؤتمر العام للحزب المسيحي الاجتماعي في ميونخ أن التحدي الأكبر المتمثل في الأعداد الكبيرة للاجئين يجب أن تتم مواجهته من خلال عدم تحمل الاتحاد الأوروبي أضرار دائمة جراء ذلك، مشيرة إلى ضرورة تسخير الطاقات من أجل إيجاد حل أوروبي ودولي لأزمة اللاجئين. وكان الحزب المسيحي الاجتماعي دعا من قبل لوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 900 ألف شخص، في ظل توقعات حكومية بارتفاع أعداد اللاجئين في ألمانيا إلى أكثر من 1,000,000 لاجئ خلال العام الجاري. مستمعي هيفي اف ام، نهاية الموجز، أشكركم على حسن الاستماع.